أبارك لعموم شعبنا ذكرى مئوية مدينة قامشلو، وخصوصا أنها مدينة تعتبر رمز ومركز لموزايك التعددية، وخصوصا المكونات التي تعيش في قامشلو من كرد وسوريان وأرمن وآشور وعرب، وجميع المكونات تمثلت في هذه المدينة وعاشت في وئام وسلام خلال المئة العام المنصرمة. وطبعا في قامشلو كانت مركز للسياسة الكردية، ومركز تمثل مركز الأحزاب والسياسة والثقافة والفن الكردي، وهي حقيقة تعتبر عاصمة الحضارة في روجافا. لذلك نتمنى أن تبقى قامشلو كما كانت مركزا تستقطب جميع الطاقات والإمكانيات والفئات المثقفة والفنانين والسياسيين، كي تتمكن وخصوصا أن تعبر عن حقيقة جوهرها. خلال السنوات المنصرمة من عمر الثورة، قامشلو عبرت عن حقيقة أنها مركز لإدارة الثورة ولتمثيل الحقيقة الديمقراطية لثورة روجافا. لذلك بإمكان قامشلو أن تصبح رمزا للثورة الديمقراطية للحرية. وعلى هذا الأساس أتمنى المئوية القادمة أن تكون أيضا قامشلو مستمرة في عطائها، وفي أن تقود عملية الثقافة والفن والسياسة في المنطقة.